تعالوا بقى اقول لكم انا عملت ايه بالعيديه، وانتوا كمان اكتبوا لي في الكومنتات عملتوا ايه بالعيديه بتاعتكم. زي اي ست مصريه اتضحك عليها وراحت جابت حاجات في بيتها. ابني قال لي نفسي اكل بقى اكله كده حلوه، رحت على طول رايحه جايبه له لحمه. مفيش احسن من الفته نكسر بيها الحوادق اللي احنا كلناها 3 ايام العيد. سلقت اللحمه كالمعتاد وزودت الشوربه وعملت الرز الابيض بالسمنه الفلاحي. انا جبت طاسه و3 معالق سمنه وحطيت فيهم معلقه كبيره توم، واول ما التوم خد لون كده جبت طاسه تانية ونقلت نص كميه التوم بالسمنه بالشكل دوت، وطفيت النار خالص عشان مش عايزه التوم يحمر اكتر من كده. في طاسه هنعمل الطشه بالخل والثوم، وطاسه تانية هنعمل الصلصه. طبعا ابني بقى بيحب ياكلها بالصلصه، فانا عملت له الصلصه هنا. حطيت بس خل فوق الطشه كده اللي هي الثوم بالسمنه بعد ما خد اللون الجميل ده. وفي طاسه هننزل بشوربه، الطاسه التانية هننزله بالصلصه او عصير الطماطم الفريش، مفيش مشكله خالص. المهم لو هتنزلوا بعصير طماطم تسيبوه يتسبك كويس. انا هنا عامله الصلصه الخفيفه برضو اللي احنا دايما بعمل بيها اكلي معاكم في القناه. حطينا على اللي بالخل والثوم دي فلفل اسمر بس، وظبطنا الشوربه. حطينا مغرفتين 3 كده شوربه، وهناك كده بحط صلصه الطماطم الخفيفه، يعني مش هتاخد معانا غلوه وهتبقى تمام معانا. تمام. المهم الصلصه بتاعتي ما كانش عليها لسه اي حاجه، هنحط عليها التوابل، فلفل اسمر، ونحط ملح وسكر. تمام. اي طماطم طبعا معروف ان احنا نحط سكر وملح عشان نظبط الطعم الطماطم. حطينا الملح وحطينا السكر، والصلصه ما خدتش معانا دقيقتين لان هي كانت متسبكه طبعا قبل كده. وعملت دي الصلصه، وعملنا الدقه اللي هي بالخل والثوم والشوربه، طعمها في منتهى الجمال. هنعمل بقى اجمل طبقه فته. يا اما هتعملوها كلها في صينيه واحده، يا اما هتعملوا في اطباق بالشكل الجميل دوت. بتجيبوا علبه تكون كده مقاس الطبق اللي انتوا هتفضوا فيه الفته. نحط طبقه رز كده تحت بالشكل دوت، وبعد كده بننزل بالعيش. العيش طبعا حمصته في نص معلقه ثوم ومعلقه زبده كبير، حمصت العيش كله. تمام. وحطيت عليه الشوربه وقلبته كده في الحله، وبعد كده نزلته كده ما بين طبقتين الرز وغطيت برز تاني بالشكل دوت. ونحط كده معلقه بقى شوربه اللي هي فيها الخل والثوم، او معلقه خل بالثوم كده، ونقلب طبق الفته بتاعنا بالشكل ده. نحطه كمان من الناحيه التانية الخل والثوم بالشكل الجميل ده. طبعا حسب بقى اللي بيحب، عندك اللي بيحب الخل والثوم هتحطي، بيحب الصلصه هتحطي. اكله جميله كده، وهتفصل بين الحوادق اللي كلناها كتير. عملت الطبق ده كده نصه بالخل والثوم ونص تاني بالصلصه عشان خاطر ابني حبيبي كان عايز ياكل بالاتنين. وصلنا كده ما بين الخل بالثوم والصلصه بحبه فلفل اسمر، تدي الطبق بتاعنا شكل جميل. حطيت لكل واحد طبقه زي ما هو عايز، اللي عايز بخل وثوم حطيت، اللي عايز بالصلصه حطيت له. وهنا بقى نحط اللحمه المسلوقه الجميله بتاعتنا. طعمها طبعا روعه، وعشان تعملي شوربه حلوه وفته حلوه لازم تجيبي حته لحمه من مكان مضمون وتكون حلوه. تمام. عملنا كده الاطباق الجميله وحطينا عليها اللحمه بتاعتنا والسلطات والشوربه، وبالف هنا وشفا. الطريقه جميله، جربوها تعجبكم ان شاء الله. الف هنا وشفا، والسلام عليكم. ما تنسوش اللايك والمتابعه.